السلام عليكم يا شباب، أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن حاجة مثيرة جدا، إزاي الآيفون بيصور في الضلمة وهو أساسا مش شايف حاجة. تخيل معايا كده، أنت في مكان مظلم، يدوب شايف إيدك قدامك. بس لما تطلع موبايلك وتصور بتطلع صورة واضحة. السؤال هنا، إزاي الموبايل بيعمل الحاجة العجيبة دي؟ خليني أشرح لك الموضوع ببساطة. الآيفون بيستخدم تكنولوجيا متطورة جدا اسمها نايت مود. التكنولوجيا دي مش مجرد فلتر بيضيف نور على الصورة، لا، دي حاجة أعقد من كده بكتير. لما بتيجي تصور في الضلمة، الكاميرا بتبدأ تشتغل بطريقة مختلفة تماماً. أولاً بتفتح العدسة على آخرها عشان تسمح لأكبر كمية ممكنة من الضوء تدخل، زي ما عينك بتعمل بالظبط لما تدخل مكان مظلم. بعد كده الكاميرا بتبدأ تاخد مش صورة واحدة، لكن سلسلة من الصور، ممكن تكون 3 أو 9 صور في ثواني معدودة. كل صورة بتاخدها بسرعة غلق مختلفة، يعني بعضها بيكون سريع وبعضها بطيء. هنا بقى بيجي دور الذكاء الاصطناعي اللي بيبدأ يحلل الصور دي كلها ويدمجها مع بعض. بياخد أحسن جزء من كل صورة، بيشيل التشويش، بيظبط الألوان، وبيخلي الصورة النهائية واضحة وطبيعية. بس في حاجة مهمة لازم تعرفها، عشان تطلع صورة حلوة في الليل لازم تثبت إيدك كويس. لو إيدك اتهزت ولو شوية، الصورة ممكن تطلع مشوشة. الآيفون بيساعدك في ده من خلال خاصية تثبيت الصورة، بس برضو محتاج مساعدتك. كمان الآيفون بيستخدم حاجة اسمها ديب فيوجن، دي تقنية بتحلل الصورة بيكسل بيكسل وبتحسن من جودتها. وفي الموديلات الجديدة في خاصية برو رو اللي بتديك تحكم أكبر في تعديل الصورة بعد ما تصورها. طيب إيه الفرق بين تصوير الليل في الآيفون والكاميرات المحترفة؟ الكاميرات المحترفة عندها حساسات أكبر بكتير، فبتقدر تلتقط ضوء أكتر. بس الآيفون بيعوض ده بالذكاء الاصطناعي والمعالجة الذكية للصور. نصيحة مهمة، لما تصور في الليل حاول تلاقي أي مصدر ضوء، حتى لو بسيط، ممكن يكون ضوء شارع، فانوس، حتى ضوء موبايل تاني. ده هيساعد الكاميرا تشتغل أحسن وتديك نتيجة أفضل. وعشان نختم، التكنولوجيا اللي في الآيفون مش مجرد كاميرا وخلاص، دي منظومة متكاملة من الهاردوير والسوفتوير بتشتغل مع بعض عشان تديك أحسن نتيجة ممكنة. لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. شكرا انكم تابعتوا معايا للآخر، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.